يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء الياسمين على عيونكم يا احلى متابعين. ايه رايكم في المحشي الحلو بتاع يوم الجمعه ده؟ طبعا يوم الجمعه عندنا يوم المحشي. يوم المحشي يا ميسة. يوم المحشي. لما بصدق بقى ان ولادي كلهم كده يبقوا ملمومين واحنا نتلم مع بعض ونقعد بقى نعمل في المحشي وجماله. محشي بقى الورق العنب والكوسه والبتنجان والفلفل، يا احلى المحشيات، والكرنب الاساسي محشي الكرنب. تعالوا بقى نشوف المحشي الجميل ده لفيناه ازاي وعملناه ازاي. ويا نهار ابيض لو صابع محشي فيهم مش مظبوط امسك ولادي بهدلهم. شفتوا الكرنبه الحلوه دي؟ كانت موجودة وقلت ما اعملها بالمرة، ومعاها الخضار ومعاها الطماطم. جينا بقى عملنا ايه؟ طبعا انا صورت لكم مقاطع كده بقى معلش، والمقاطع التانية ايه ما صورتهاش، لان طبعا اليوم كان يوم المحشي ده يوم صعب. هنا بقى عملنا الرز والتسبيكة والخضار. طبعا انتم متعودين على التسبيكة ومتعودين على خلطة المحشي المعتادة اللي احنا على طول بنعملها. انا بقى النهارده اتصلت الفيديو وجبنا الرز والخلطه اللي احنا عاملينها، وبعد كده ابتديت ان انا احشي في المحشي. ورق اخضر يا ميسه. بصراحه الكرنبه دي كانت مسكره وورقها زي العسل، فقلت لما اعمل منها شويه ورق اخضر كده تحت. ولادي بقى مسكوني ورق اخضر، لا يا ماما محدش فينا هياكل الورق الاخضر. قلت لهم والله العظيم ده جميل وطعمه جميل. وقطعت الخضار زي ما تعودنا والبطاطس والفلفل، وبدات ان انا احشي. ولوكا جنبي مزرجنه وزعلانه، عندها بقى دور سخونيه وقاعده مع امها لغايه ما نسجل الفيديو. المهم وجيت هنا طلعت اللحمه، قلت بقى اقطع اللحمه واسلقها كده واعمل منها حته شوربه حلوه كده جنب المحشي اللي زي الفل ده. يلا بينا بقى كده نشوف هنعمل ايه وهنقطع اللحمه ازاي. استني يا لوكا خلينا نعمل الفيديو، انتي بقك وجعت ماما. وهنا بقى كنت سلقت الكرنب وقطعته وحطيته في الحله زي ما انتوا شايفين كده، وقلت بقى ابتدي ان انا ايه نحشيه. جينا هنا بقى في بدايه المحشي، نرجع تاني من الاول. عملنا صباحين خضر وابتدينا ان احنا ناخد الورق الاخضر الخفيف شويه عشان ولادي اتعصبوا عليا، لا ما تعمليش ورق اخضر. قلت برضو هعمل بس وهم مش شايفين. المهم جيت هنا بدات ان انا اقطع اللحمه. ايه يا لوكا يا لوكا، مين زعلك يا لوكا؟ وابتديت هنا اقطع اللحمه زي ما انتوا شايفين كده. انت بتعملي ايه؟ لوكا طبعا بقها وجعها يا عيني وعماله تعيط طول الليل والنهار. المهم جينا هنا بقى بدأنا نقطع اللحمه. السكينه طبعا كانت رخمه كده في التقطيع، قلت اما ادور على سكينه تاني عشان اقدر اقطع تقطيع اللحمه حلو. وابتديت ان انا اخد طبق طبق. هنا رجعت الفيديو ده والمقطع ده عشان اوريكم ايه اللي حصل معايا في موضوع تقطيع اللحمه. اشرب برتقال، تعالي اشربي عصير. زي ما انتوا شايفين كده طلعت اول طبق وابتدينا في تاني طبق، فتحته وحطيته جنبي. قلت لغايه ما اقطع ده. استني يا لوكا اشرب عصير. احنا جايين نلعب ولا جايين ايه؟ جايين نسجل الفيديو ولا جايين نلعب يا لوكا؟ اشرب عصير. وابتديت هنا ان انا اطلع اللحمه من بعضها، وابتدينا بقى التقطيع. الحمد لله انا كنت طلعتها قبلها بشويه عشان خاطر تسيح. حتى مليكه مش عايزه تسكت. طب اشربي عصير يا مليكه. قول لها حطيه في البزازه المليكه. قول لها حطيه في البزازه. عكيت الدنيا يا مليكه. وطبعا قلت بقى ايه لغايه ما نشوف السكينه الحلوه الحاميه دي هنقطع بيها اللحمه. وابتديت ان انا اقطعها تقطيع كده ايه وسط، مش صغيره قوي، عشان انتوا عارفين كده كده اللحمه يعني في الشوربه. ليكا عايزين نقول احنا عملنا ايه، هنبوظ التسجيل. طيب زي ما انتوا شايفين كده اللحمه ما شاء الله زي العسل وتقطيعها جميل. بتضحك على صورتها ان شاء الله. الله اكبر عليكي. والتقطيع بتاعها حتت كده ايه وسط. يا حلاوة اللحمة وجمالها وحلاوة التقطيع، ويا لما السكينة تبقى حلوة ومتضايقكيش وترخم معاكي. مش عارفة اقول لكم انا غيرت السكينة كام مرة. مليكة بتضحك عليا. ماشي يا مليكة.
وجينا هنا طبعا ما شاء الله كانت لينة حلوة قوي كده في التقطيع. هقطع معاكم كل الكمية دي ونشوف هنعمل ايه بعد ما نقطع الكمية دي على طول. طبعا انا هنا في حاجات اوقات بقطع فيها اللحمة صغير خالص، واوقات اقطع فيها اللحمة قطع كبيرة زي ما انتوا شايفين. شايفين التقطيع وشايفين اللحمة عاملة ازاي، جميلة وزي العسل. ما شاء الله عليها. لا هنشد شعر بعض، لا يا مليكة، احنا عايزين ايه، نسجل الفيديو مش نشد شعر بعض. يلا ارجعي 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 ارجعي. وبدأنا في اخر تقطيع. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. جينا هنا على الحلة دي اللي متبهدلة وطالع عينيها من القانون بتاع السطح. المهم ملكوش دعوه بالاضاءه بقى، ما تشغلوش نفسيكوا بيها خالص اكنها مش موجوده، لان الاضاءه عندي زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. نزلت بشويه زيت، واكيد نزلت بالسمنه، لان انا مش استحاله هعمل اكل من غير سمنه، بس مش عارفه السمنه فين، مش ظاهره معايا ليه. اهو شفتوا، لازم ما اقدرش اشوح اي نوع من اللحمه او الطيور من غير سمنه. ونزلنا معلقتين السمنه زي ما انتوا شايفين كده. مليكة طبعا عمالة تقطع في شعري، وقلت اقطع طماطميتين 3 كده وكام بصلة حلوين عشان الشوربة الحلوة دي تطلع شوربة زي العسل، عشان المحشي الجميل اللي احنا بنعمله دلوقتي. طبعا الولاد تعالي يا ماما يلا الاول احشي، قلت لهم اصبروا بس هولع اللحمة واحشي براحتي عشان تكون لغاية ما اخلص المحشي يكون اللحمة استوت معايا. اشربي العصير يا لوكا، اشربوا يا لوكا، عايزين نسجل يا لوكا. وبدأت ان انا اقطع البصل بعد الطماطم. لا لا انت تبهدلينا، سيبيها خدي يا لوكا، خلينا نسجل يا لوكا، اشرب عصير حلو ليك. واول ما سخنت معانا معلقه السمنه وحبه الزيت، رحت نازله باللحمه زي ما انتوا شايفين كده. اللحمه يا حلاوتها يا جمالها وهي بتتشوح في السمنه والزيت، مش قادره اوصف لكم الريحه والحلاوه والجمال. ما شاء الله عليها وعلى جمالها وعلى حلاوتها. يا لوكا اتبهدلنا يا لوكا، نسيت انا بقول ايه يا لوكا. يا لوكا خلينا نسجل بقى يا لوكا. المهم انا عليت طبعا عليها، قلت عشان تتشوح بسرعه وانزل عليها بالبصل والطماطم. لوكا زرجنت، خد يا لوكا. وبدأت بقى ادور هعمل ايه بعد تشويحة اللحمة اللي احنا بنشوحها دي. زي ما انتوا شايفين كده انا بصور لكم اللحمة وهي بتتشوح عشان نعرف الفرق بين اللحمة والشوربة. شفتوا المحشي ما شاء الله ما خدش معايا 5 دقايق وكنت حشيت المحشي. طب الصوابع كبيرة كده ليه يا ميسة المرة دي؟ معلش بقى استحملوني، لان شوية بقى حشو معايا. عندي البنات بصوا المحشي بتاعهم ده لازم يبقى صوابعه طويلة كده. يا لوكا اسجل ازاي؟ المهم شايفين حلة المحشي ورصتها الجميلة، والبطة بتاعت المحشي اللي احنا متعودين عليها زمان، اللي كانوا اهالينا دايما يقولوا لنا احنا عاملين محشي ببط. وبعد ما اتفاجئ واقعد استنى البطة الاقي اتاري الكرنبة الصغيرة اللي بتبقى جوه الكرنب هي دي البطة. احنا عملنا المحشي والبط. شايفين الحلاوة، شايفين الجمال، شايفين حلة المحشي وجمالها. حد يقول لي لوكا تصبر عليا لغايه ما اخلص تسجيل الفيديو. شايفين الجمال، شايفين الحلاوه، شايفين العسل. يوم جمعه مباركه عليكم وعلينا جميعا يا رب. يا لوكا انا بسجل يا لوكا. شايفين الجمال، شايفين المحشي وهو بيغلي، شايفين الكوسه بقى والفلفل والبتنجان. قلت لكم في حاجات صورناها وحاجات ايه معلش مش صورناها، لان يوم الجمعه ده بيبقى يوم ايه يعني ساعة ما بنخلص اكل وكده بقى كل واحد فينا ايه عايز يشتغل براحته. وزي ما انتوا شايفين يا جمال الورق العنب، يا حلاوته وجماله، ولا تكه فيه ولا صابع فيه،
كل الصوابع زي ما انتوا شايفين زي بعضها. ساعة ما ولادي بيجي يحشوا معايا ورق العنب اقول لهم لا لا لا، سيبولي ورق العنب ده حبيبي. لوكا يا لوكا يا لوكا. هنا بقى وهنا بقى اللحمة اتشوحت ونزلنا عليها بالبصل والفلفل، البصل والطماطم. لوكا نسيتني انا بقول ايه، عشان تاخد بقية التشويحة معاها. شفتوا بقى عملنا المحشي وعملنا اللحمة. مقطع اللحمة ده طبعا كان قبل المحشي على طول، بس معلش بقى لوكا نسيتني انا بعمل ايه. لازم بص لازم تقعد معايا وانا بسجل اساسي. لا يا لوكا لا يا لوكا، تعال تعال لماما، تعال تعال شوفي ماما بتعمل ايه. يا مليكة يا مليكة يا صغنطوطة يا مليكة، ايه رأيك في الطماطم والبصل ده؟ كلتي من اللحمة دي يا مليكة؟ شايفين البصل؟ نزلت بقى بمعلقة القرفة بقى ومعلقة الملح الأبيض ومعلقة الفلفل الأسمر والبهارات السبعة. عرفتوا بقى دلوقتي الحبهان وصل كام سعر الكيلو وورق اللورة؟ طب وعلى ايه؟ على رأي اللي بيقول كده كده الحبهان بنحطه وبيطلع مر وبنرجع نشيله ونرميه من الأكل، فمش فارقة معانا اللي موجود هنحطه. وحلة المحشي بقى لما عملنا الشوربة ونزلنا بقى بالشوربة الجميلة دي، وحطيت معاها معلقتين صلصة حمر حلوين كده عشان يحمروا المحشي اللي زي الفل. طب افرض يا ميسة المحشي بتاعنا طالع ابيض والصلصة بتاعته مش كتير والطماطم بتاعته مش كتير، نعمل ايه؟ واللي قاعد يقول لي المحشي بتاعك ابيض ليه؟ لا يا حبيبة قلبي يا نور عيني انتي هاتي الشوربة، هجيب لك نفس المقطع تاني من الاول واعيده عليك عشان اوريك هنعمل ايه. انتي خدتي الشوربة من حلة اللحمة او الفراخ او اي حاجه انت طبخاها عندك، او حتى الشوربه العاديه اللي بتعمليها بمرق الدجاج. انا هنا رجعت لك الفيديو مخصوص عشان السؤال اللي انتوا بتسالوه ليا كل مره وتبعتوه لي على الخاص، انا بعته لكم. شايفين الشوربه في الاول كانت عامله ازاي؟ كانت صفرة عاديه ما كانتش حمرا ولا حاجه. انا بقى عملت زيكم. طب ينفع المحشي يطلع كده؟ لا ما ينفعش. المحشي لو مش احمر كل اللي قاعد هيقعد يتكلم علينا، ولو عندنا ضيوف ولا عندنا بقى حد، ويا لو جوزك شاف المحشي عند حد لونه احمر واجي عندنا احنا وشافه كده يقولك يبقى مراتي ما بتعرفش تطبخ. شفت انا حطيت الشوربه عامله ازاي؟ شايفينها؟ انا عماله انزل بالشوربه واوريكم كميه الشوربه اللي في الحله صفرة ما فيهاش حاجه حمرا. امال المحشي بيطلع احمر ازاي يا جماعه؟ وازاي كل الشيفات او كل الفيديوهات بنلاقي المحشي نازل احمر؟ امال احنا اللي فينا غلط؟ لا احنا مش فينا غلط والله. الشوربه زي ما انتوا شايفينها اهو كلنا بنطبخها بنفس اللون. طيب اللي بتشتكي ان الشوربه لونها ابيض وما بتطلعش معاها صفرة، معلقه كاري صفرة يا جماعه، معلقه كاري صفرة هتظبط معاكي الشوربه وتخليها تحفه. انا عماله اوريكم واثبت لكم ان الشوربه بتاعتنا كلها واحد. هنيجي هنا بقى بعد ما شفنا الشوربه واتاكدنا ان كل شوربتنا واحد، ونزلنا بالشوربه على حله المحشي ولقيتوها صفرة ما كانتش حمرا. شفتوا بقى اللقطه اللي فاتت ايه الفرق بينها وبين اللقطه دي؟ ان اللقطه اللي فاتت بعد ما طلعت وخلصت خالص موضوع الشوربه والمحشي وسقيته، شايفين اللحمه؟ ما شاء الله على اللحمه، شايفين؟ شفتوا بقت حمرا ازاي؟ طب ازاي؟ ايه الفرق؟ زي ما قلت لكم خدت طبق شوربه كده وحطيت عليه معلقتين صلصه من عندي بالطماطم، ببقى سايباها من التسبيكه وركناها في جنب، وبروح جايه في اخر الحله بروح حطاهم على حبه الشوربه واروح نازله بيهم على المحشي، بيبقى المحشي باللون والجمال ده، طلع بالحلاوه والجمال ده زي ما انتوا شايفين كده. شفتوا المحشي طلع معانا زي العسل. بالهنا على قلوبكم وقلوبنا وجميع أمة المسلمين جميعا، كل سنة وانتم طيبين وفي سعادة وخير وهنا بمناسبة دخول رمضان الكريم علينا وعليكم يا رب. شايفين المحشي وجماله عامل ازاي؟ ما شاء الله. اللهم صل على النبي، صلوا على النبي يا جماعة، صلوا على النبي وشوفوا الدخانة الجميلة اللي طالعة من المحشي وحلاوة المحشي. واهم حاجة الورقة الخضراء اللي انا كنت حطاها تحت في الحلة دي، لان انا بصراحة بحب اوي الورقة اللي تبقى مسكرة. الورق اللي مش مسكر ده بلاش منه. بس ولادي بقى كانوا عاملين عليا حزب في اليوم ده، النهارده قعدوا يقولوا لي ايه يا ماما المحشي الاخضر ده؟ قلت لهم ده بتاعي انا بس، محدش ياكل منه. واول ما نزلت بيه في الصينيه كلهم اتخانقوا عليه وكلهم خدوه مني. شايفين ولادنا؟ طب هنعمل ايه؟ ربنا يخليهم ويحميهم لينا ويعطيهم الصحه.
هنا بقى بدأت انزل باللحمة وكمية اللحمة. انتوا شايفين حتة اللحمة اللي بيبقى فيها العظم دي بقى العشق بتاعي. انا بحب قوي كده ايه، ادور على الحتة دي واللي تبقى فيها دهنة دي وقاعدة اكل فيها. ولادي بقى بيحبوا يدوروا على اللحمة الصافي، عشان كده انا بسيب لهم اللحمة الصافي وبعد ادور على الحتت دي اللي انا بحبها. وهنا بقى بدأت ان انا اطلع اللحمة وارصها على المحشي وهو سخن. كل جمعة مباركة وبخير وبسعادة وهنا عليكم يا حبايب قلبي، يا أحلى متابعين وأغلى متابعين على قلبي، عليا أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين كده اللحمة، أنا طبعا طلعت نص كمية اللحمة وسبت النص التاني، قلت الولاد بقى وهم جعانين في العشاء يكملوا بيه. شايفين اللحمة عاملة ازاي، يا حلاوتها يا جمالها. شايفين السوا، شايفين مش واخدة معايا سوا ازاي، ما شاء الله عليها. اللهم صل على النبي، على الدوبين اللي بتدوب ودوب اللحمة وجمالها مع المحشي السخن. وطبعا عملنا بقى الكوسة والبتنجان والفلفل وورق العنب وحلاوته وجماله ما شاء الله عليه. هتعملي ايه تاني يا ميسة؟ تعالى اقول لكم اعمل ايه. انا بقى قلت لوكا ايه، اطلعي العبي في الصالة دلوقتي يا لوكا لغاية ما نخلص بقية الفيديو، عشان لوكا مش ساكتة ومش عايزة تسيبني اسجل الفيديو. ربنا يحميهم يا رب ويحفظهم. شايفين بتزعقلي ازاي، شايفين اللحمة، شايفين الجمال، شايفين السوى، شايفين الحلاوة، شايفين العسل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليهم. هو يوم الجمعة ده يوم بيبقى زي العسل ويوم بيبقى زي الفل ويوم مبارك علينا وعليكم كلكم. يا رب اجعلها أيام سعيدة وخير وهنا عليكم وعلى أمة المسلمين وعلينا كلنا يا رب. طبعا انتوا بتقولوا ايه يا ميسة قصة المحشي معاكي، وكنت دايما الاقي ناس حبايبي كاتبين على الخاص ايه يا ميسة هو مفيش غير المحشي. اقول لهم يا جماعة ده احنا هنا معروفين بالمحشي، ده المصريين كلهم بصوا يعني اكتر اكلاتهم هي المحشي واكتر حاجة بيحبوها المحشي، ده اساس عندنا ده. وطبق الشوربة اللي زي العسل السخن ده اللي محطوط بالليمونة ده في النص. في ناس طبعا متحبش تشرب الشوربة بالليمون، لكن انا ولادي بيحبوها. شايفين الحتة السمينة دي، وانا بوريها لكم ولادي عمالين يتخانقوا معايا سيبيلي دي سيبيلي دي سيبيلي دي. طب انا اسيبها لمين ولا مين ولا مين؟ والله العظيم من حلاوة المحشي اللحمة مش ظاهرة في المحشي. اللحمة بصوا عاملة ازاي، بتاخد وتدي كده معاها. شايفين اللقطة دي، اللقطة دي مرجعاها مخصوص عشانكم. شايفين اللحظة دي، شوفوا اللحظة دي، شوفوا اللحظة دي وجمالها. صلوا على النبي، صلوا 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 على النبي. شايفين اللحظة دي وجمالها. المحشي طلع معانا أحمر والطماطم بتاعته حمرا، وجمال المحشي الأحمر بمعلقتين الصلصة اللي احنا خبيناهم. أنا رجعت لكم نفس نزلة المحشي تاني عشان تشوفوا الجمال بتاع المحشي من النص وفي أوله، عشان نعرف إن المحشي ممكن ما يطلعش معانا أبيض لو احنا حطينا معلقتين الصلصة اللي هنطلعهم من التخديعة بتاعة والتسبيكة بتاعة المحشي وعناهم في جنب في طبق. في آخر حاجة هنعوزهم لما نحطهم على معلقتين شوربة بعد ما نسقي المحشي، هنحطهم على معلقتين شوربة، هيبقى الشوربة حمرا وجميلة وزي العسل معانا، وهننزل بيها على حلة المحشي في الآخر. وهي دي النتيجة يا جماعة، وهو ده الجمال، وهو ده المحشي اللي زي العسل، وهي دي حلاوته وسخونيته. وعشان نعرف ان مش كل حاجة نشوفها نستغربها ونقول لا احنا مش عارفين نطبخ، لا احنا بنعرف نطبخ وبنعرف كمان نطبخ، بس في حاجات بسيطة ممكن تعدي علينا ما ناخدش بالنا منها. اللي احنا ايه هي بقى اللي قلت لكم عليها، ان انت وانت بتخدعي في التسبيكه خدي معلقتين حطيهم في طبق واركنيهم في جنب، عشان بعد ما تسقي المحشي بتاعك تروح حاطه معلقتين التسبيكه في معلقتين الشوربه ونازله بيهم على معلقتين المحشي. هيطلع معاكي نتيجته جميله جدا. ولو المحشي بتاعك اصلا ابيض من جوه والرز مش فيه تسبيكه، اوقات بتيجي الطماطم تغلى جدا معانا واسعارها هيبقى غاليه علينا وممكن ما نعرفش نطلع التسبيكه بالحلاوه اللي احنا متعودين نطلعها. يبقى معلقتين التسبيكه دول في الاخر هيغلوا في الرز وهيغلوا في